السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك باسم رجع يا شباب. الدمعة ما بتنشف من عيني يا ربي من الفرحة. الحقيقة يعني رجعت باسم فيها عبرة، فيها درس لازم الكل يستفيد منه. يعني بما معناه نحن لما كنا ممنوعين من الصرف، ممنوعين من النزل على الوطن، بنينا، شوفوا انتم، يعني بنينا وطن هون، تعبنا بإيدينا، بنينا وطن بيشبه وطننا. يعني الدوالي والخضروات وبعض الأمور اللي كنا بنفتقدها زرعناها بإيدينا وتعذبنا. يعني رسالتي للسيد الممثلنا العظيم، الممثل اللي كان يمثل علينا، اللي دائما يظهر بدور البطل الصنديد. يعني شوف الفرق بيننا وبينكم. هلا انت رجعت بشكل طبيعي وما حدا حكى معك. تخيل الموضوع بالعكس، لو انه انا ابو محمد هلا خطر لي ارجع على الوطن، حملت حالي ونزلت، شو ممكن يصير؟ يعني بقينا مكبس بده يكبسوني، وإنا رقم بدهم يعطوني. يعني هذا اللي حابب اوصل لك اياه. فهنيئا لك، هنيئا لك بعودتك للوطن. بس انا والله من ناحيتي ما برحب فيك، يعني اللي بيرحبوا فيك اني اصدقائك اصحاب المصالح اللي يعني ممكن لا زال لهم، يعني وانت اهلا وسهلا فيك، هذا بلدك، نحن ما بنمنعك. عرفت شلون؟ هذا وطن للجميع، بيساعد الجميع، جميع اطياف الشعب السوري. بس لازم يعني تاخذ عظة ودرس من اللي مرينا فيه واللي عانينا فيه. وانت شايف حجم التعب، كم التعب اللي نحن عانيناه. عرفت شلون؟ على مدار سنين طويلة بعيدا عن وطننا. لذلك بتمنى منك تحكي كلمة حق، وتحكي شلون استقبلك هذا الوطن رغم انك اسأت لسواره، وانكرت الهولوكوست اللي وقعنا فيه، وانكرت كل شيء علينا. يعني ماشي الحال، ماشي الحال، نحن صبورين. عسى انه يطلع منكم بني ادمين.